ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. انا آية ودي قناتي. لو لسه اول مرة بتشوفيني ادخلي خدي لك لفة في القناة، متأكدة انها تعجبك جدا. واشتركي بالكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو، هستنى منك اللايك والكومنت الحلو. يلا بقى نبدأ الفيديو بتاعنا. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا بعتذر عن صوتي عشان خاطر معلش كده تعبانة شوية وكده، فاعذروني. هنا بقى نبدأ معانا كشري المصري بقى بكل تكاته وكل حركاته والأسرار بتاعته زي ما انتوا عارفين. دي المكونات كلها اللي احنا هنستخدمها النهاردة في الكشري بتاعنا. بصوا، كلها حاجات بتبقى موجودة في أي بيت، وعايزة أقول لكم إن الأكلة دي من المنيو بتاع الشهر بتاعنا. إن شاء الله هنزله لكم الفيديو اللي جاي. منيو حلو قوي ومنيو اقتصادي، يعني توفير وازاي نوفر ونكبر فيه، علشان خاطر طبعا زي ما قلنا ان احنا اي حاجة بنوفرها بتبقى في البيت معانا وكده، بنشتري حاجات بيها في البيت. كل شهر لازم نوفر اي حاجة. هنا بقى معايا معلقتين دقيق، ونشا، وحط رشة كمون وحبة ملح على البصل. وطبعا هبتدي ان انا اغلف البصل كله معايا، واروح نازله بقى عليه، نازله بقى على الزيت السخن اللي معايا، اديله تشويحتين وكده زي ما انتوا شايفين عامل ازاي. وهنا بقى هخش بقى يا حبايبي على الحمص. انا بختصر معاكم على طول، جايبه لكم من كل حاجه لقطه. حطيته يتسلق وهحط له حبه ملح وحبه كمون. وهنا ندخل بقى نسلق المكرونه. هي الاكله دي سهله جدا قوي وجميله قوي 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 وموفره طبعا. طبعا يا بنات، انا بشكر كل اللي بيعلق لي، وكل فيديو هقول لكم بجد متشكره جدا. ربنا يخليكم ليا، وانا فرحانه قوي ان انا حاسه ان عيلتي يعني عيلتي بتكبر كده قدام عيني. ان شاء الله لو كل يوم بيدخل لي مشترك جديد. ربنا يخليكم ليا يا رب، وتفضلوا كده سندي دايما. سندي طبعا في القناة، وبحبكم، مش هقدر اقول لكم اكتر من كده. وهنا طبعا انا الزيت اللي انا عملت فيه التركية اللي معانا، الزيت طبعا اللي انتوا شفتوا اللي انا قليت فيه البصل ده كله. الزيت ده هستخدمه في كل حاجة، في كل حاجة. هنا بقى الزيت صفيته، نزلت بقى بالشعرية فيه. اديتها كده لون حلو قوي وذهبي زي ما انتوا شايفين. والرز طبعا اللي مغسول ومنقوع برضو نفس الكلام. والعدس ده انا سلقاه نقعته وسلقته برضو، اديت له سلقه على النار بحبه كمون وحبه ملح، علشان خاطر اللي هو ايه نص سوا. بصي يا بنات، زي ما انتوا عارفين في ناس بتحب قوي العدس بيبقى كبير كتير قوي في الكشري، وفي ناس لا. كل حاجة بنعملها مع بعض وكده بوريها لكم، برضو انتي بتعمليها بس على حسب الرغبة بتاعتك. انا مش بجبرك على حاجة، انا بوريك الطريقة اللي انا بعمل بيها. وممكن تكون في حاجة مختلفة تحلي معاكي الدنيا وتبقى جديدة معاكي وكده. ويا رب طبعا. انا بنزل طبعا تدريجيا عشان خاطر اشوفه، يعني اشوف الكمية معايا عاملة ايه. وطبعا شربت الرز، ويعني هفضل اديله تشويحات وكده معاكم، وببص على المكرونة. طبعا احنا عنينا كلها بتبقى في وسط راسنا في الاكله دي، يعني انت بتعملي كذا حاجه في ايد واحده. وانا عايزه اقولك ان انا برضو اليوم ده كنت عند اختي. انا بشارككم يومي عند ماما وعند اختي وعند اخويا. وان شاء الله باذن الله استنوا مني عزومه لاخواتي، العزومه بتاعتي بقى وكده. استنوني، هتعجبكم جدا 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 يا بنات، وفي افكار حلوه قوي هتعجبكم. هنا طبعا معايا كمون، هنا بقى معايا كمون وماجي وحبة الملح بقى. ما بحطش يعني بحطش الكمية ده كله على حسب. هنا طبعا يا بنات انا طبعا شوحت كله مع بعض، الرز والعدس وكده. يعني هفضل اشوح فيه، ايدي تبقى فيه علشان خاطر كتر ما بتشوحي الرز بيبقى حلو قوي معاكي وبيستوي. والرز طبعا اللي هو ايه، مش لازق في بعضه، مش معجن.
ما شاء الله، والله العظيم بجد ما شاء الله. بيبقى طعمه حلو قوي وزي المحلات بالظبط، ودي حاجة احنا عاملينها في البيت زي ما احنا متعودين مع بعض ان احنا كل حاجة بنعملها في البيت. واهم تركية يا بنات ان انتوا ما تحطيش للرز مية من الحنفية، ولا مية ساقعة. اللي بيخلي الرز طبعا المية لما بتنزلي بميه سخنه على الرز طبعا بيستوي بسرعه وبيبقى حلو. دي كارما بنتي بتقول لكم حطوا اللايك. حاضر يا كارما، هحطوا اللايك. طبعا هستنى منكم في الكومنتات تقولوا لي ان انتوا حطيتوا اللايك علشان خاطر كارما. هنا بقى باقي الزيت يا حبايبي. احنا كده هنبدأ نعمل الصلصة. بعمل ايه في الصلصة؟ انا ولا بعملها بتوم ولا بعملها ببصل. هنا بقى يا حبايبي عملت ايه؟ نزلت بحبة كمون وحبة كزبرة في الزيت بتاع البصل. ركزي معايا قوي في الحته دي، زيت البصل، علشان زي ما انتوا شفتوا ان انا مكتره الزيت بتاع البصل علشان خاطر انا هعمل بيه كل حاجه في الكشري. بس هديلهم بقى تشمي ريحه. معلش بقى يا بنات عشان خاطر بناتي وكده صغيرين. اعذروني. هتشمي بقى ريحه الكزبره وريحه والكمون، تروحي نازله بقى بالصلصه بتاعتك وتبداي ان انت تحققيها زي ما انت شايفه. لو انت بتعمليها بالطريقه اللي انا بعملها دي ادخلي برضو اكتبي لي في الكومنتات ان انت بتعمليها كده، ويا رب بجد تكون فيديوهاتي بتعجبكم واكون عند حسن ظنكم في كل حاجه بقدمها لكم. هنا طبعا يا بنات انا بوريكم الرز عامل ازاي الواحده بوحدتها. طبعا ندخل بقى على الدقه بتاعتنا. هنا معايا بصوا اصلا الكشري ده عباره عن كمون وكزبره وطبعا الملح، بس انت بتعتمدي على الكمون والكزبره. هنا اللي في العلبة الزرقاء دي يا بنات الثوم، لان انا هبتدي ان انا هعمل الدقة بتاعت المحلات، وبتبقى والله يا بنات حلوة قوي. هنا طبعا نزلت بمعلقة ثوم. الثوم عندي مفروم قوي. نزلت هنا معلقة يعني كبيرة، وهنزل بالكزبرة وبالكمون برضو زي ما انتوا شايفين. انا يمكن اكتر حاجة معتمدة عليها الكمون والكزبرة، لان هو اصلا الكشري عبارة عن كمون وعن كزبرة. وهنزل بقى وعندي ليمونة وخل. هنزل بقى بالخل. الدقة دي ما بصي عبارة عن خل اصلا وليمون وكده يعني. وهعصر بقى معايا الليمونة اللي معايا زي ما انتوا شايفين يا بنات. واهم حاجة المية اللي تحطيها تكون مية مغلية علشان خاطر بصي تخليها بجد زي المحلات بالظبط. هنا بقى هبتدي ان انا احط الملح بتاعي وخلاص. على كده هي خلصت، ما فيهاش اي خزعبلات ولا اي حاجة، ولا اسهل من كده يا بنات، ولا احلى ولا اطعم من الحاجة اللي انت بتعمليها في بيتك. ايه رأيكم بقى كده يا بنات؟ لو وصلتي لحد هنا انزلي اعملي لي لايك وسبسكرايب. احنا على فكرة انا حطيت عليها شطة لان احنا بنحبها مشطشطة شوية. حطينا عليها شطة عشان انا بحبها مشطشطة شوية. احنا بنحبها كده، احنا اصلا بنعشق الشطة. هنا بقى باقي الزيت هنزل بقى بالشطة معايا. انا بعمل شطة زيت يا بنات. عايزة اقولك لو انت عندك حساسية او عيالك عندهم حساسية ما تعمليش يعني ما تعمليش الحركة دي، بلاش في البيت يعني وكده، لان هي بتقلب البيت جامد قوي. بتفضلي تعطسي وتكحي، فعشان خاطر هي بتبقى الشطة حامية واحنا بنسويها في الزيت على النار. بصي مش قادرة اقولك بقى كمية العطس وتحسي ان انتي بصي مش قادرة. هنزل بقى بعد ما يعني انا مش هحمص الشطة قوي عشان ما تتحرقش وهتبقى طعمها مرارة ووحشة. بعد ما اديها تشويحتين انا بشوحها، وبعد كده يا بنات هنزل بقى
بحبة دقة من اللي عندي على الشطة، بتحليها قوي قوي يا بنات والله العظيم بجد. وهنزل برضو بكبشة دقة. طبعا انتوا شايفين كل حاجة بتتعمل قدامكم. لو وصلتي لحد هنا يلا انزلي اعملي لي لايك واعملي لي كومنت علشان خاطر عيلتي تكبر بيكو، واقدر ان انا اشارككم معايا كل حاجة بعملها، اذا كنت عند اختي ولا كنت في بيتي او كده. وهنا ده البصل اللي هو بيتقال عليه الورد. هبتدي بقى اقدم معاكم الطبق بتاعنا بتاع الكشري زي ما انت شايفاها. في بقى انت بقى بتختلفي، معلش يا بنات بقى، لان انا عند ماما وكده وانا بسجل لكم الفيديو، لان احنا بنبقى كلنا ملمومين، ربنا يا رب يخليها لينا. طريقة التقديم بقى بتختلف بقى من كل واحد وعلى حسب ذوقه. في ناس بتحط المكرونة تحت، وفي ناس بتحط الرز تحت. احنا بنحب الرز تحت. وطبعا زي ما انتوا عارفين في اي مطعم كشري بيبقى المكرونة فوق والرز تحت. وانتي برضو ذوقك وعلى حسب ما انتي عايزة. اهم حاجة يا بنات ما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان اقدر اشارككم كل حاجة بعملها. وان شاء الله باذن الله اشارككم روتينات حلوة قوي، حاجات اقتصادية، اكلات اقتصادية جدا، فلوجات، مشتريات، اي حاجة عايزينها اكتبوها لي. وطبعا الفيديوهات اللي جاية معايا فيديوهات حلوة قوي، لان انا بجد بدأت اتشجع بيكم، بدأت اتشجع بكومنتاتكم الجميلة. وطبعا حاسة ان التفاعل بقى يزيد معايا، ربنا يخليكم ليا. هنا طبعا كل حاجة بقى حطيت الحمص المسلوق والورد زي ما بيقولوا، والشطة والدقة. طبعا يا بنات هستنى منكم رأيكم، رأيكم يهمني جدا.